كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله النهارده كده هنعمل عاشوره بطريقه كريميه جدا وطعم خطير. تعالوا نروح على الفيديو نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بنجيب الحبوب بتاعه البليله، بننقعها وبعدين بنسلقها وبعد كده بنضربها في الخلاط لغايه اما تدوب شويه. بعد كده نزلت عليهم هنا بنص لتر حليب، ونضيفت عليهم كمان باكت من كريم كراميل وهقلبهم كويس جدا. طبعا في المرحله دي بنضيف الفانيليا ونضيف عليهم كمان السكر حسب بقى الرغبة، عايزاها مسكرة قوي عايزاها متوسطة. بعد كده تسيبها على النار تغلي لمدة 10 دقايق، وبعدين هجيب الاطباق بتاعتي وابدا اصبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في المرحلة دي بعد ما تصبيها طبعا لازم تدخليها التلاجة تبرد بقى كده وتتماسك علشان تبقى كريمي معاكي، شايفه بالشكل ده. طبعا في بعد كده بقى ممكن تضيفي عليها مكسرات، جوز هند، اي حاجه عندك. انا ضفت هنا شوكولاته ملونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهدخلها التلاجة وبعد ما هتخرج من التلاجة هوريها لكم. طبعا هتطلع معاكي جميله جدا، شايفين بالشكل ده. بعد ما خرجت من التلاجة ضفت عليها صوص الكراميل. اتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير.